السلام عليكم. تصريح خطير من مدرب بيراميدز باتشيكو يفاجئ به النادي الأهلي بعد إقالته ويسخر من طموح بيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية لنهائي كأس السوبر بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف إمام عاشور في الوقت القاتل، ليضرب موعدا مع مودرن فيوتشر في النهائي، وبعد إقصاء بيراميدز من كأس السوبر بعد هزيمته بركلات الجزاء الماراثونية من مودرن فيوتشر. فقد صرح مدرب بيراميدز باتشيكو وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الشرق الإماراتية، وقال: أنا كنت أعلم أن هذه البطولة سوف يتم فيها إقالتي، لأنني أعلم أن لاعبي بيراميدز لم ولن يتوجوا بكأس السوبر في وجود النادي الأهلي. وأكثر ما أحزنني أننا تم إقصاءنا على يد مودرن فيوتشر وليس النادي الأهلي، فالأهلي هو الفريق المرشح الأول لكأس السوبر. أنا انهزمت من الأهلي في مرتين، في كأس مصر وفي نهائي كأس السوبر في العام الماضي، فأنا دربت الزمالك ودربت بيراميدز، ولكن النادي الأكثر احترافية في مصر هو النادي الأهلي، وهو الذي يمتلك منظومة احترافية وعمل مؤسسي، وهذا العمل لا يتوافر في الزمالك أو في بيراميدز. وبيراميدز لم ولن يتوج بأي بطولة في وجود النادي الأهلي، واللاعبين الذين يأتون إلى بيراميدز يأتون من أجل الأموال فقط، وليس لديهم أي طموح بالفوز بالبطولات، فهم يعملون كالموظفين، أهم شيء لديهم الأموال، على عكس لاعب النادي الأهلي الذين هم يقاتلون في أرضية الميدان من أجل التتويج بالبطولات وإسعاد جماهيرهم. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.